اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب ام حمزه؟ وحشتوني كتير، وربنا يا رب يبارك فيكم ويكتر يا رب من افراحكم. انا بقالي كتير جدا ما بطلعش فعلا، بس مش عارفه يعني مش عارفه اقول لكم ايه يعني. انا اليومين دول بنقل يعتبر من شقه بتاعتي لشقه جديده، فملخومه لخمه جامده قوي. وان شاء الله هاخدكم كده فيديو في شقتي الجديده وانا بفرشها عشان نفرشها سوا مع بعضينا وافرجكم عليها. ربنا يا رب يفرح الناس كلها يا رب، ويراضي الناس كلها باللي هم عايزينه. بصوا بقى، النهارده احنا قلنا مع بعض طالما العيد قرب كده والعيد دوت بتاع الفته، فقلنا نعمل مع بعض كده شويه فته لا غنى عنها، سواء بقى في العيد، سواء مثلا عندنا مثلا يعني طفل مولود اكيد بيتعمل له الفته. يعني الفته دي بتخش في اي مناسبه سبحان الله، وهي بصراحه ربنا هي جميله وطعمها حلو. فقلنا مع بعض ان طالما العيد قرب يلا نعمل مع بعضينا شويه فته. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. بصوا حبايبي، انا هنا حطيت معلقه سمنه وسيحت فيها واحده مرقه دجاج، وحطيت حبه لورا وحبه حبهان وسيحتهم في السمنه. بعدين اديت اللحمه صدمه وغليت حبه ميه ونزلت عليها. ايه الافتكاسه بقى ولا ايه اللي انت عملتيه ده يا ام حمزه؟ كلنا بنعمل نفس العمايل دي، مفيش مانع. بس يعني ممكن يكون مثلا عروسه جديده مثلا لسه بتتعلم، فقلنا نعمل مع بعضينا، يمكن يكون لعل وعسى انا استفاد منك بمعلومه، حد يستفاد مني بمعلومه، وربنا يا رب ان شاء الله كده هوت يعني يجعلنا سبب لبعضينا كده. قلت هنا بقى ان نحط هنا حله فاضيه هعمل فيها الرز على ما اللحمه تستوي. جبت معلقه سمنه وحبه زيت وحطيت فيهم حبه لورا وحبه حبهان ونزلت عليهم بشويه الرز. هتشوحي فيهم طبعا لحد كده ما تحس ان الرزايه شربت من السمنه بتاعتك وحبه الزيت، تحس ان هي اتشمعت كده بالسمنه، تروحي حاطه عليها نازله عليها بشويه فلفل اسود، حبه الملح، ونازله عليها بالميه السخنه. بعد كده اهو انا بدل ما لو انت عندك بقى شويه شوربه حلوه كده زي اللي احنا عملناها مع بعض ده، زي اللي احنا عاملينها كده مع بعضينا، هنحط شويه شوربه بدل ما نحط حبه ميه سخنه. ايوه، شايفين كده الجمال؟ الشوربه بتتكلم عن نفسها. هنا بقى طبعا احنا معانا الرز اهو اتشرب وبقى في منتهى الجمال، وانا بوريهولكوا اهو انه طالع مظبوط كل ده ولسه ما استواش. طبعا انا عايزه اقول لكم بقى طبعا، معلش انا اسفه جدا على الصوت اللي طالع ده، صوت حمزه ابني. طبعا احنا عارفين البيت اللي فيه اطفال ما بنقدرش نسيطر عليهم قوي يعني، ربنا يبارك ويخلي الاطفال كلها يا رب. طبعا انا هنا وطيت طبعا على الرز وقلت يسيبه يستوي. على ما يستوي قطعت العيش بتاعي بالمقص عباره عن مكعبات صغيره، وحطيت عليه معلقه سمنه، حته تومه بحبه كزبره، قلبت ده كله في بعضه، رحت مدخلاهم الفرن هيتحمصوا، وحبه فلفل اسود مع الكزبره. بس بجد هتطلعي شويه عيش جميل 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 وفي منتهى الجمال. هنا بقى الرز اهو قلنا نبص عليه كده بصه. بعد ما الرز استوى حبينا نطلع ورق اللورة، بس كأن ورق اللورة صاحي حالف ما يطلع من الرز. بصوا اطلع فيه يقع. المهم انا طلعت طبعا الورق اللورة والحبهان، ودخلنا العيش بتاعنا الفرن. قلنا نضرب مع بعض بقى القوطة او الطماطم علشان نعمل صلصة الطماطم بتاعة الفتة، ويبقى كده معانا احلى واطعم شوية فتة. وعلى فكرة سهلة جدا ومن اسرع الاكلات وما بتاخدش معانا وقت. هنا هنحمر تومة. بعد ما بص احنا مش هنحمرها، اول ما تخش كده في الصفرة تبقى صفرة ننزل عليها على طول بالطماطم. ما تخليش التومة تحمر منك قوي علشان هتمرر الصلصة. بصي يا حبيبتي، بعد ما التومة تصفر انزلي عليها بشوية كزبرة وحبة خل، وبعد كده انزلي عليها بقى بالطماطم، وتفرجي بقى على جمال القوطة وعلى طعامة القوطة. اهم حاجة بعد ما تغلي القوطة او الطماطم، بعد ما تغلي خالص تروحي موطيه عليها وتسيبها تتسبك بقى على نار هاديه، وتفرجي على صلصه الطماطم بتاعه الفته هتبقى طالعه عامله ازاي.
بصوا انا حطيت هنا زي ما قلت لكم تومه اصفرت، معلقه كزبره، حبه خل. وهنا بقى انا رحت ضايفه شويه او قرب ما دخلت التسبيكه حطيت الملح وفلفل اسود وكزبره كمان تاني، وحبه البابريكا وشويه شطه. طبعا انا كنت وانا بضربها في الكبه كنت حاطه معاها كمان قرنين فلفل كده، عندك احمر عندك اخضر زي ما يكون. حطيت معاه قرنين فلفل عشان يدوها شطشطه كده وتبقى الصلصه سبايسي، تبقى في منتهى الجميل. احنا بنحب الاكل سبايسي. بصوا العيش طالع محمص جميل جميل. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد متحمص وجميل في منتهى الجميل. بصوا هنا بقى انا معايا هنا اللحمه بعد ما استوت نزلت عليها بشويه صلصه من بتاعه الفته، نزلت عليها بحبه صلصه كده وقلت تدي غلوه مع اللحمه وتطعم بطعم الصلصه بتاعه اللحمه بتاعه الفته. بس بجد جميله جميله جميله. بعد ما اللحمه بتستوي كده وتشرب شربتها خالص، وتكوني بقى حاطه ملحك وحبه فلفل اسود كده وتشمعيها كده، تروحي نازله عليها بحبه صلصه من بتاعه الفته بتاعتك في قلب اللحمه وتديها غلوه، وانزلي عليها على طول فوق الرز بتاعك، وتفرجي على طعامتها وعلى جمالها وعلى حلاوتها. بجد الله اكبر، ما تقوليش لعدوك عليها حاجه كده خيال. بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال بجد. شويه فته بتتكلم عن نفسها، الله اكبر عليها. شويه الفته دول بقى يوم الوقفه كده ولا اول يوم العيد، وكل سنه وانتم طيبين وكلوا وبالف هنا. وقولوا لي رايكم لما تجربوها، واللي بيعملها بنفس الطريقه برضو ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق كده حلو كده منكم، بما اني بقالي كتير ما بطلعش ولا بعمل فيديوهات. يا ريت تفرحوني بتعليقاتكم كده واللايك بتاعكم الجميل. وده كان شكلها النهائي. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين.